مساء الخير على أصدقائي وحبايبي، اتفضلوا القهوة. الجو فيه مطر وبرد، فاللي خارج من بيته كده يعمل حسابه وياخد جاكيت كده، عشان ما ياخدش برد كده، لأن الجو صعب اليومين دول. إن شاء الله الأمور تبقى كويسة كده في خلال بكرة بعده، إن شاء الله الجو يتظبط. لكن الأحداث بقى مهمة جدا، أحداث المنافسة على بطولة الدوري، داخلين خلاص على المرحلة النهائية، المرحلة بقى اللي هي السبعة اللي بينافسوا على الدوري. الزمالك عايز يحافظ على الصدارة، 43 بونت، وبيراميدز 43، الأهلي 40. كمان في المنافسة في سيراميكا والمصري، سموحة، إنبي، الفرق السبعة اللي هتكون متواجدة. يعني الماتشات كلها صعبة، اللي عايز يحسم الدوري يفوز بماتشاته كلها. السبعة اللي هينافسوا على الدوري: الزمالك، بيراميدز، أهلي، سيراميكا، مصري، سموحة، إنبي. اللي عايز يفوز بالدوري ياخد الماتشات كلها فوز. الزمالك بيجهز لحافلات كده لنقل المشجعين لبرج العرب لمباراة المصري يوم 6/4. هتكون في أتوبيسات مجانية كده مع الجماهير تنقلهم للمباراة عشان تحفزهم. كمان الزمالك بينتظر 750 ألف دولار بعد وصوله لنصف النهائي في الكونفدرالية، هتنعش الخزينة واللعيبة تبدأ تاخد فلوسها ويطلعوا مكافآت للعيبة عشان برضو الروح المعنوية للعيبة. كمان الزمالك كمان عايز يحافظ على اللعيبه المهمه اللي هتنتهي عقودها، ويجدد لها عقودها، ويأمن ان اللعيبه دي ما تروحش انديه تانية، زي شحاته اللي عقده قليل عايز يزود له عقده. ناصر منسي كمان عايز يحافظ عليه. كمان حسام عبد المجيد عايز يحط بند في عقده لو جدد للزمالك، انه لو في بند للاحتراف يحترف، واداره النادي مش ممانعه انه يحترف. كمان في فتوح، خلاص عقده بيخلص الموسم القادم، فبرضه ممكن يجددوا الفتوح، فعايز يحافظ على قوام الفرقة. وده اللي شغال عليه إدارة مجلس إدارة نادي الزمالك الفترة اللي جاية. الناحية التانية بقى النادي الأهلي عنده اجتماع مهم النهاردة، خلاص الكابتن الخطيب هيسلم ملف الكرة الأستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ. أستاذ ياسين منصور نائب الرئيس، والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة. وهم اللي هيشتغلوا على ملف الكورة، هيبدأوا يبصوا بقى، حاطين لائحة جديدة جدا النادي الأهلي، لائحة تحفيزية على بطولة الدوري تحديدا، لأن في خصومات كتيرة اتحطت على اللعيبة، فعايزين يعوضوها لو فازوا بالدوري، ياخدوا فلوس كبيرة أو قيمة كبيرة، يعوضوا بقى اللعيبة الخصومات اللي اللي راحت منهم، فحاطين حافز الفوز بالدوري، مكافآت ولائحة خاصة. كمان الأهلي بيفكر في فاستون مايلي. فاستون مايلي المهاجم بيراميدز، لو ما جددش مع بيراميدز، هل الاهلي ممكن يستعين بيه الفتره اللي جايه او بخدماته؟ يعني هل المقابل المادي هيتفقوا عليه وفاستون مايلي يكون المهاجم النادي الاهلي؟ هنشوف الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل. يعني دي كانت بعض كده الامور، او بعض الاخبار اللي موجوده عند الاهلي والزمالك. المنافسه قويه، منافسه شرسه الفتره اللي جايه، هنشوف مين اللي هيحسم بطوله الدوري. واشوفكم في لايف جديد، وسلام.